جايب رمل، جبت 5 أكياس رمل زراعي، 5 أكياس سماد عضوي معالج، ورمل من الحوش هناك. طيب طبعا الرمل هذا رمل مخلوط بطين، شوف كيف الرمل ما يتماسك كذا إلا ما فيه طين، فهذا رمل فيه طين بخلط معه الرمل الزراعي هذا وكيسين من هذا السماد. طبعا يا اخوان حرصوا على السماد يكون عضوي معالج بالحرارة، عشان إذا فيه أعفان أو فطريات أو شيء بعدين يسبب لك مشكلة بالجذور مثل النيماتودا والبلاوي هذه، فلا تروح تعبك على الفاضي. وترى كله ب6 ريال الحبة، تقريبا 20 كيلو. فأهم شيء يكون عندك الشغلات هذه معالجة. أنا عندي هو معالج، وهذا شو اسمه الرمل أبى نشفه، يعني بخلطه بهذا واخليه فترة ناشف على تحت الشمس، عشان إذا في شيء يعني صار فيه فطريات ولا شيء مع الحرارة تموت، بعدين أركب عليه المراكن. فاهمين كيف؟ لا تحطه بالكيس على طول وتركب المراكن، لا، طلع برا شوي خله تضرب الشمس لين ينشف مرة، عقب ازرع فيه أفضل شيء. لأن حتى ممكن يكون تخزينه مو كويس، تجي عليه فطريات شيء، رطوبة مع حرارة شيء، يمكن تنبت الفطريات فيه. وكذلك هذا السماد، أنا شوف قبل لا أسمد فيه مع أنه معالج لكن ما تدري شو يصير عليه، يمكن سوء تخزين ولا شيء فترة طويلة. أنا دام أفرشه هني، شوف السماد هذا أفرش لي يومين بالشمس 3 لين أشوفه نشف مرة، عقب أعطيه للشجر. هذا الشيء يعني أنا ما شفت أحد سواه، لكن أنا من باب الحرص الزايد، أن إذا كان في أعفان ولا فطريات تنزل على الجذور تسوي لك نيماتودا والبلاوي هذه. عادة ترى النيماتودا أنا حسب اللي قرأت إنه ما له علاج، يعني تضمر أشجارها وهذا وتصير ما منها فايدة. فألزم ما عليك النظافة، وتحرص على التربة الزراعية اللي تشتريها والسماد، أنك تطلع فترة بالشمس كذا، خصوصا فترة الصيف، تخليه فترة بالشمس لين تحس إنه نشف مرة ما في رطوبة. هذا إذا خلاص ما في رطوبة معناته كل شيء فيه مات، حشرات فطريات وكل شيء يعيش على رطوبة. أوريكم أنا عندي سماد الحوش، الأرانب والدجاج مجمع هنا، وقاعد أعالج فيه. شوف كيف هذا رش صبيته أمس، سويت زي الحفرة بالوسط عشان أعبيها مي وإنها تشرب يمين ويسار. شوف كيف. طبعا أنا حطيت ايدي قبل شوي، الحرارة قوية جدا يعني. شوف هذا ترى أنا ساقيها ممكن قبل أمس، الرطوبة الحين موجودة مع أن الشمس قوية. طبعا الحين لازم أقلب فيه شوي، وبعدين أسقيه مرة ثانية وأقلب فيه لين أضمن إن شاء الله إنه تعالج وكل شيء فيه مات. وما راح آخذ منه ولا شيء إلا لين أشوف ناشف مرة ما في لا رطوبة ولا موية، يعني بالشكل هذا ما راح أحطه بالشجر. فاهمين كيف؟ هذا نظام طريقة معالجة